وسلام لضيوف حضرتك طبعا. ايه الحلقه الشيك قوي دي يا عماد؟ ايه رايك حضرتك؟ كانت نايمه جميله. لا وشها حلو عليك اهو. مساعدتك على الجون الاولاني قوي، نشفت دماغك فيه يعني. علشان الكره تثبت ما تعديش. ده انت بينت ان دماغك ناشفه قوي يعني يا عماد. بعدين يا عماد انا هقابلك قبل ماتش يا عماد. خلاص انا مصطفى يونس. اكيد طبعا. ازيك مصطفى؟ ازيك يا عمده؟ ربنا يخليك. ماتش رائع ليك قوي يا عماد النهارده. عماد الكره جت في راس عمرو الصفتي قبليك؟ لا يا كابتن. شفت؟ لا ما لمستش. هو حل عليها عمرو الصفتي كانت هتعديني بس ايه الدراع القوي ده اللي قدرت تثبت بيه عمرو الصفتي وتبعده عنك وتجيب الجول؟ يعني تركيزك في الهدف غير عادي. لان انا يمكن الكره دي كانت يعني مصر عدلنا واحنا قبل ما تتلعب. ويمكن كمان ما قدرتش انط، يعني انا لعبتها وانا واقف. كانت صعبه جدا. بس اهتميت ان انت تبعد عمرو. ها؟ انا كان كل التفكير ان انا يبقى عمرو بعيد عن الكوره. يعني الحمد لله قدرت ان انا ابعده خالص عن الكوره، عن اتجاه الكوره، حتى لو ما قدرتش العبها هتعدي الزمايل. يعني ده كان كل تفكيري، لكن الحمد لله كان فيها توفيق كبير من عند ربنا سبحانه وتعالى. طب ده الهدف الاولاني، وبرده كلمنا عن الهدف الثاني والمتابعه بتاعتك يا عماد. حاسه سادسه والله يا كابتن انا الهدف الثاني يعني توقعت اللي هيحصل بالظبط. توقعت ان حسين ياسر هيستلم الكوره، يمكن حضرتك لما تشوف الجون مره ثانيه هتلاقيني اتحركت قبل ما هو يستلم الكوره. عشان كده كنت واخد القرار ان هو قبل ما الكوره تنزل هلعبها على طول. فالحمد لله. يمكن كمان اللمسه بتاعت عبد الواحد السيد هي اللي خلتها تدخل. يعني لو كانت عدت من عبد الواحد من غير ما تلمسه كان ممكن فتح الله يلحقها. احنا بنشوفها في اللحظه دي هي عمده فعلا اهي. بالفعل هو بركات دخل لجوه وسدد. انت توقعت؟ انا توقعت اول ما الكوره عبد الواحد السيد صدها وجات لحسين ياسر توقعت انه هيستلمها، فرحت رايح على طول. يمكن كان الحمد لله كان تقديري فيها كويس وربنا وفقني فيها. لا توقع رائع يا عمده. عبد الواحد صدها برضه. عبد الواحد لمسها برضه تاني. لا عبد الواحد لمسها تاني. لمسها هو لمسها تاني. وبعد كده هو لو ما كانش لمسها كان ممكن فتح الله يلحقها، لكن هو لمسها بايديه فعشان كده عدت من فوق فتح الله. برافو عليك. بس ادائك رائع يا عماد، حتى بعيدا عن الهدفين طوال المباراه تركيز وتحركات يعني حاجه بتقدم نموذج لراس الحربه العالمي يعني بصراحه. ربنا يخليك يا كابتن ايمن. والله انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان بجد الماتشات دي ماتشات الاهلي والزمالك يعني هي ماتشات متعه للعيبه. المفروض اللعيبه تنزل الملعب تستمتع بيها، لان مباراه قمه والناس كلها بتكون مستنياها. فانا شايف ان دي من اجمل المباريات الواحد يقدر يأدي فيها ويقدر يظهر فيها، طبعا بجانب مباراه الدوري بالكامل، لكن بالذات المباراه دي لان بيكون عليها تركيز كبير ومن جمهور الفريقين، وبنلاعب فرقه كبيره. نادي الزمالك نادي كبير بيلعب كره مفتوحه واحنا بنلعب كره مفتوحه. فالماتش كان النهارده زي ما الناس شايفه يمكن خلص 3-3، ويمكن في ماتشات قبل كده خلصت بسكور عالي. سواء ماتش الكاس كان النتيجه برده كانت 3-3 لحد اكسترا تايم وبعد كده قدرنا نفوز. فيعني انا شايف ان المباراه دي بتبقى مباراه ممتعه للناس كلها، والناس المفروض انها تستمتع بيها. فانا بشكر كل الناس سواء جمهور النادي الاهلي او جمهور الزمالك او لعيبه الاهلي ولاعيبه الزمالك او الجهاز الفني للنادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الزمالك على الروح الكبيره اللي كانت موجوده في الملعب النهارده، ويمكن اثبت للناس كلها ان احنا بنلعب كره محترمه يعني. طب قول لي يا عماد، اي كره زعلت عليها انها ما جاتش جون يا عماد؟ نعم يا كابتن؟ اي كره زعلت عليها انها ما جاتش جون يعني؟ يمكن ما جاتليش فرص النهارده خالص، غير يمكن فرصه اللي بركات احرزها في الهدف الثاني. كان نفسي طبعا اجيبه لكن ما يفرقش معايا خالص ان بركات جابها بعدي. فانا كمان كنت مبسوط جدا لبركات لانه ما جابش جوان خالص السنه دي، واول هدف يجيبه يكون في مرمى نادي الزمالك، ويمكن الهدف جه في وقت صعب جدا. فيمكن دي الفرصه اللي جات لي غير الهدفين اللي انا حرزتهم. بالفعل. قول لي بقى، انت عارف ان انت دلوقتي اصبحت الهداف التاريخي في لقاءات القمه 10 اهداف، عندك فكره ولا لا؟ انا اكيد بحسبها اكيد طبعا. المباريات دي بحسبها طبعا بالورقه والقلم، فشيء طبيعي. الحمد لله انا ده توفيق كبير من عند ربنا سبحانه وتعالى ومساعده زمايلي، واتمنى ان شاء الله يكون في استمرار في الفتره اللي جايه. اهداف مش شرط مباراه الزمالك، لكن في المباريات اللي باقيه ان شاء الله، سواء في الدوري او في كاس مصر او في بطوله افريقيا. واتمنى ان شاء الله ان انا اقدر احافظ على المستوى اللي انا الفتره اللي فاتت ماشي بيه. يعني انت مستمر بقى يا عماد؟ نعم يا كابتن. يعني انت مستمر بقى مع الاهلي؟ ما انا لسه موجود مع النادي الاهلي، ما اقدرش اتكلم في اي حاجه. لا السنه الجايه، بتكلم على السنه الجايه يا عمده. ربنا يكرم ان شاء الله يا كابتن. والله لسه ما اعرفش الخير فين، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. هو كان وكيل اعمالك كان قال ان في حد هيجي يتفرج عليك النهارده، هل ده حصل ولا كانت متابعه بقى هتبعتوا له السي دي والكلام ده؟ لا انا ما تابعتش خالص والله كنت بس على ما اعتقد انه ما كانش حد موجود. يعني انا على ما اعتقد انه ما كانش حد موجود النهارده. هو كان قال. طب اخيرا يا عمده، حابب تقول ايه على رقابه عمرو الصفتي ليك النهارده؟ لا انا عمرو لعبت عليه اكتر مره، سواء لما كان في المصري في بورسعيد
او في نادي الزمالك. هو من المدافعين المميزين جدا، ويمكن قوي قوي، لعيب يتميز بالقوه فعلا، دي حقيقه، لعيب قوي جدا وروحه عاليه جدا. وطول الماتش لو حضرتك تلاحظ ان هو هادي، ما بيتكلمش خالص، يعني هو ما بيفتحش بقه بكلمه طول 90 دقيقه، ولا بيعترض على حكم ولا بيعترض على لعيب، مركز في الماتش. ويمكن الحمد لله ربنا كرمني النهارده وقدرت اكون مركز انا كمان وقدرت احرز هدفين. اكيد بنبارك لك، عايزين نركز على طول كده يا عماد. طبعا، وبنبارك لك على الريكورد الرائع اللي انت عملته، 10 اهداف جميله جدا يا عمده، ودايما بكل التوفيق ان شاء الله. شكرا لك يا جهز نفسك بقى يا عمده. ان شاء الله. بس جاهز طبعا. شكرا يا عمده.